السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبصحة وسعادة دايما. الشتاء حلو بيحب الحاجات اللي في البيت، المخبوزات والحلويات. فقلنا النهاردة نعمل دوناتس. نعمل الدوناتس. الدوناتس من الأكلات اللي العيال بيحبوها كلهم، ما بيختلفوش عليها اتنين، لا الكبار ولا الصغيرين. كله بيحبه. تعمليه بقى صغير تعمليه كبير براحتك على قد التقطيع اللي انت عايزاه. دي حاجة ترجع لك. وهش وجميل. بصي عامل ازاي ولونه ذهبي وحلو. حاجة كده ما شاء الله يعني. حاجة جميلة. يلا قومي كده هاتي دقيق وتعالي معايا اقولك تعملي ازاي. بصي يا ستي، معانا الاول طبق فيه معلقة خميرة ومعلقة سكر وكوباية لبن وبيضاية. كل المكونات دي هتبقى على نص كيلو دقيق. هننزل الاول بالبيضاية معاها اللبن ومعلقة زبدة كبيرة، ومعانا الخميرة والسكر، وهنحط كمان معلقة الزبدة. معلقة زبدة بدرجة حرارة المطبخ. يعني بص انا بجيب الزبدة، بصي ايه، بدرجة حرارة المطبخ. هنقلب جامد قوي المكونات كلها مع بعض. هننزل بقى بالدقيق. المنخل الله يجازيه، ده نص كيلو دقيق. المنخل الله يجازيه كان شغال كويس وهوب راح مزرجن مني. معرفش زرجن ليه بصراحة. هو عمل نخل بس هو جه زرجن كده في الاول واشتغل عادي، نخلتهم. المهم ان انا نخلتهم، يعني يستعصوا عليا ابدا نخلتهم. رشة الملح ده ضروري مع الدقيق. هنقلب بقى كل الكمية دي كده الاول مع بعضها. بصي يا حبة دقيق، نص كيلو دقيق. تعملي لي ولادك صدقيني احسن ما تشتري حاجة من بره. تعملي لهم كمية. ده واحدة الدوناتس دلوقتي بتبقى غالية جدا، انا ما اعرفش هو غالي كده ليه بصراحة. اهو بصي في البيت والله كل حاجة، كل حاجته موجودة عندك، يعني انت مش هتجيبي حاجة من بره. بصي بقى، كمية الدقيق على قد المكونات اللي احنا عملناها دي بالظبط. بالظبط. هتلمي العجينة. خدي بالك الكوباية المعيارية دي. لو انت عندك مج الشاي العادي الازاز اللي هي كوبايه 200 مللي دي، هو دي يعني حجم الكوبايه. ونص كيلو الدقيق والبيضه، يعني كل حاجه موجوده عندك في البيت. بصي انا بلم العجينه، مش هحط لها اي اضافات على الحاجات اللي احنا حاطينها. هي هتتلم وهتبقى جميله جدا. اهي بصي. اهو بصي، ولا عملت اي حاجه، يعني انا ما ضفتش اي حاجه تاني. هي الكميه اللي احنا حطيناها السوائل، حطينا عليها الدقيق اهي. اعجنيها بس كويس. اهي بصي. بصي اهي. هنسيبها ترتاح 5 دقايق بس. اي عجينه في الدنيا لازم تسيبها ترتاح عشان تديكي نتيجه كويسه في الفرد. فهسيبها ترتاح شويه بس. جيت لها بقى. افرديها بقى. اي كوبايه عندك، يعني عايزاه كبير ماشي، عايزاه صغير ماشي. يعني الحجم اللي هيريحك ايه اعمليه. اهو هفردها بقى. انا عايزه ارتفاعها 1 سنتي. يعني بصي، يعني انا مش عايزه ارتفاعها غير 1 سنتي بس. الكوبايه هي عندي اهي. لو انت عايزه كوبايه اكبر من كده عادي، ده براحتك يعني. الحجم اللي انت عايزاه. اهو بصوا. انا بقى عندي اللي هي دي اللي هي بتاعت كيس الحلواني يعني. فعملتها بيها. انت ممكن تعملي بازازه عادي يعني، بغطا ازازه صغيره تفتحيها. هي دي بس زرجنت معايا كده عشان اهي. نعدلها عادي جدا اهي. اهي بصي حجمها وعايز. بحطها انا بقى ايه على صينيه وتحتها فوطه.
الدنيا ساقعة فعشان أدفيها عشان تخمر بسرعة. بصي أهي، بصي أيوه، أهي بصي يا ستي. أيوه بصي خلاص، بصي أهي. ممكن بغطا ازاز عادي جدا، يعني مش شرط بصي بقى انا كنت حاطاه على فوطه ازاي. بصي هو كده خمر، انا حطيت الزيت على النار، مش عايزين الزيت بيغلي، الزيت يسخن بس. بصي سخن عشان يستوي من جوه وما يعجنش. بصي سخن، انا عايزاه سخن اهو. شوفي بصي الزيت عامل ازاي، سخن بس مش مقدوح، عشان يستوي من جوه ويهش، ويبقاش الزيت ما يغطيهوش، لا يبقى الزيت لنصها كده بس. بصي اهو، وبعصاية خلة عشان الشوكة ما تفسيهوش وهو لسه بيستوي. اهو بصي، انا بس عشان ماسكة الكاميرا في ايدي فعمالة ببص كده بشوف العصاية رايحة فين يعني. اهو بصي، مزرجنة معايا مش عايزة تتعمل اهي. بصي اهو، بس كده بالراحة خالص، ما تقلبيهوش الا لما يحمر من تحت، وبرضه لما يحمر ياخد اللون التاني وهتروحي شايلاه على طول. اهو، ما تطلعوش على ورقة عشان ما يتراش، يبقى عامل زي العيش، لا، طلعيه عادي كده على، يعني ما تحطيه على مناديل مطبخ، لا ما تحطوش على مناديل مطبخ. اهو بصي اهو، صفيه بس كويس من الزيت وشيليه. والله سهل، اسهل من كده ما تلاقيش اهو. انت عايزه تعملي حجم اكبر من كده اعملي. بصي بننزل سخن، بصي اهو، الزيت كده سخن، انا كده يسخن مني هوطي عليه بقى، هوطي خالص، انا مش عايزاه يسخن مني قوي الزيت، لا. بصي بقى يا ستي طلعنا الكميه كلها، بصي اهو، بصي من جوه هش ازاي وزي ابيض زي الشمع. بصي اهو، بصي حاجه يعني ما شاء الله جميله. نيجي بقى نزوقه، انت ممكن تحطي عليه سكر بودره لو ما عندكيش شوكولاته، رصيه في حاجه وبالسكر البودره والمنخل واعمليه. بصي بقى يا ستي احنا عملناه كده بالشوكولاته، دي ايد حفيدتي حبيبتي لمار، قالت لي انا هعمل معاكي يا تيتا، قلت لها طب يلا نعمل سوا. ورحنا ايه، بقيت واقفه هي جنبي، قالت لي انا هزوقه انا على طريقتي، قلت لها اعملي اللي انت عايزاه، انا هحط لك الشوكولاته واعملي اللي انت عايزاه. ايد لوكا حبيبتي، احلى بطله في الدنيا حبيبه اما دي. ايوه بصوا، حبيبه تيتا اهي، مش سايباني. بصوا، هي واقفه جنبي، هي عايزه، هي حابه تزوقه كده وتحط عليه ده، خلاص حطي اللي هي عايزاه. ممكن تحطي سكر بودره ترصيه كده على صينيه وبالمصفى وترصي بالسكر البودره، هي بتشاور لكم على فكره. هي عايزه تعملها، قلت لها طب استني بس عشان ايدك ايه، عشان هي بتحطها اهي. بصي اهي، هي عايزه تشيلها. قلبي قلبي، قلبي تيتا والله، هي اللي طلبته مني عشان كده انا قمت اعمله لها. هي برضو بص هتحط عليه بقى الشوكولاته اللي هي الشيبس، قلت لها اعملي اللي انت عايزاه، اهم حاجه اولادنا يفرحوا وينبسطوا، دي عندنا بالدنيا. اهو بصوا، بس على فكره نوع الشوكولاته ده طلع مش حلو قوي، مش قد كده يعني، بس اتعمل بيه وشغال يعني. حبايبي الحلوين ما تنسوش تعملوا لي لايك، لو جيتي لغايه هنا اوعي تنسي تعملي لايك، ويا ريت تعرفيني بتشجعيني من انهي بلد عشان ببقى مبسوطه قوي، وببقى مبسوطه بكومنتاتكم والله العظيم، ببقى فرحانه جدا بكومنتاتكم ان انتوا بتبعتوها لي وبتدعموني، شكرا جدا. متنسيش تدوسي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال والحلاوه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الف هنا وشفا للي ياكل. اوعي تنسي تحطي لي لايك. احبكم في الله، تركتكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله.